حصل حاجة مش متوقعة من أحسن الممثلين الفترة الأخيرة، عمل مسلسل سنتين ورا بعض وحقق نجاح كبير. فيا ترى مسلسل أشغال شاقة جدا جامد جدا زي ما بيقولوا ولا أي كلام؟ ده اللي احنا نعرفه في الحلقة دي. ففي الحلقة ديت هنعرف أسباب شهرته وأسباب شهرة هشام ماجد عامة. خلينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناة لو انت مش مشترك، تفعل الجرس عشان يوصلك شعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. مبدئيا احنا عارفين الثلاثي شيكو وهشام ماجد واحمد فهمي، التلاتة كانوا ناجحين جدا بداية من سمير وشهير وبهير لحد الحرب العالمية التالتة والحاجات دي كلها. بس لما انفصل عنهم هشام ماجد او لما انفصلوا عموما وكل واحد اشتغل مع نفسه، حقق انجازات كتير. زي مثلا احمد فهمي عمل 3 افلام ورا بعض او فيلمين وحقق ايرادات عالية جدا في السينما. كذلك برضه هشام ماجد عمل فيلم الفترة الأخيرة وعمل إيرادات عالية جدا مع هنا الزاهد. وفي رمضان عمل مسلسل أشغال شقة اللي هي السنة اللي فاتت. الجزء الأول كان كويس وفي اللذيذ. في الجزء التاني حصل حاجة مش متوقعة، المسلسل طلع ترند وبقى بيتاخد منه مشاهد تنزل على السوشيال ميديا، وفريق العمل كان من أوله لآخره كويس جدا، غير كل واحد ودوره في المسلسل ده. مثلا مصطفى غريب واللي كانوا بيقولوا عليه نسخة طلعت زكريا الجديدة، كان عامل دويتو مع هشام ماجد روعة. والكوميديا في المسلسل دي ما كانتش معقدة، كانت 1 2 في اللذيذ يعني. وده هتلاحظه في المشاهد اللي بتجمع ما بين هشام ماجد ومصطفى. وغير قنبلة المسلسل مدينة ظهرت فجأة كده بس عملت دور كويس جدا في المسلسل ده، والمشهد بتاعها مع مصطفى طلع ترند. فمن اسباب نجاح المسلسل ده ان الكوميديا بتاعته مش معقده ومش هتحس بملل وانت بتتفرج، خصوصا في الجزء التاني. الجزء الاول ما كانش واخد الشهرة قوي زي الجزء التاني، فتفتكروا هيعملوا منه جزء تالت؟ اكتبوا تحت في الكومنتات. وبس انا كده خلصت. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس عشان يوصلك شعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. وبس، سلام.